اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا والقناعة والسكينة والطمأنينة والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والولد. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم أمواتنا واشف مرضانا واهدنا وارزقنا من حيث لا نحتسب بأكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا واهدنا لكل عمل تحب وترضاه حتى نلقاك وانت راض عنا. اللهم يا كريم، اللهم كرم من يريد الخير لنا يا رب العالمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل، يا صباح النشاط، يا صباح الورد والياسمين كده على أغلى إخواتي. ازيكم عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكل حبايبنا من مصر خارج مصر، شرفتونا نورتونا على راسي من فوق. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويرزقكم من واسع ويديكم كل تتمنوه يا رب. يسعدكم ويهنيكم يا رب يا أطيب قلوب أجدع ناس في الدنيا كلها. ربنا يخليكم ليا أغلى إخوات في الدنيا. بحبكم جدا 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 في الله. ربنا يجبر بخاطركم كده زي ما بتكبروا بخاطري. وشكرا لكم جدا جدا على كلامكم وتشجيعكم الجميل ده. ربنا يرزقكم من واسع يا رب وجزاكم الله ألف خير. أتمنى منكم كده حبايب قلبي كده اللايك والمشاهدة. أتمنى كده تساعدوني كده تقفوا معايا. والله القناة في انهيار يعني ممكن تضيع مني خالص. يعني الحمد لله راضي كده ربنا. الحمد لله على كل حال. فأتمنى تساعدوني كده تقفوا معايا. زي ما شفتوا كده حبايب قلبي كده انا مسكت الاول كده الحيطان مسحتها كلها كده والشبابيك ولمحت الدنيا كلها كده. فرشت بقى غيرت بقى الملايات وحطيت ملايات بقى انا نظيفه. فرشت بقى الدفايات كده نفرش بقى الدفايات كده والسجاد. وجزاها الف خير. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب ويديها على قد طيبه قلبها. امين يا رب العالمين. انتوا شايفين بقى زهرودة بقى دي كده عامله لولوك كده على الصبح. مش عامله شعرها كده كاريه كده. والباروكه قايمه بالباروكه بتاعتها. هي كانت لسه بقى قايمه من النوم. فطبعا ما لحقتش بقى اسرح لها وكده. كنت بنضف بقى في الاوضه وكده فهسرح لها بقى واغير لها كده بعد ما اخلص. يلا بقى كاريه بقى. ده الناس بتدفع قد كده عشان تعمل شعر الكاريه دي. ده كاريه طبيعي شايفين. يعني لولوك جديد يا جماعه. حاجه جميله كده على الصبح. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. كده الحمد لله كده فرشت كده اطبق كده البطانيه واعمل بقى السرير التاني. بقول لكمش يعني ما شاء الله يعني الدفايات تقيله كده زي البطانيه. والدف يعني ما شاء الله جميله جدا. ده كده غير بقى الملايه بقى كمان التانية دي. حط بقى ملايه نظيفه كده صنفها كده الاول السرير. هفرش بقى كده الملايه. والله العظيم مش عارفه اقول ايه على كرمها الكبير ده. كمان جابت لي الستاير كتر الف خيرها. بس الستاير مش مركبها دلوقتي عشان في حاجه نعملها في الشباك ان شاء الله. وطبعا هي هديه من عندها جزاها الف خير. مش هينفع بقى اركب الستاير وكده. فقلت لما اخلص بقى الموضوع ده بعد كده هركب الستاير ان شاء الله باذن الله. هنزلها لكم طبعا. كده انا فرش السرير بقى تمام كده. احط بقى الدفايه. بالنسبه يعني لحبايب قلبي اللي بيقولوا ما بيجيناش اشعارات بالفيديو. يا حبيبه قلبي دي سياسه اليوتيوب. طالما مش مستهميه بالقناه مش بتتفرجي عليها مش هيبعتولك اشعار بالفيديو. يعني لو شاهدت بقى الفيديوهات باستمرار في القناه وكده هيبعتلك اشعار بالفيديو. مش بتتفرجي على القناه مش هيبعتلك اشعار. يا بس هتلقى بس الفيديوهات ايه على الصفحه الرئيسيه في صفحه البحث. حتى مش القنوات الصغيره بس حتى لو القنوات الكبيره. قعدت فتره ما تشاهدش فيديوهاتها مش هيبعتولك اشعار. هما ده هي سياسه كده عندهم. فيعني ما اقولكمش يعني قوانين صعبة جدا يعني مقفلينها في كل ناحية. يعني مش عارفة نلاقيها منين ولا منين يعني الحمد لله. ويخصمونا في الأرباح ومش عارفة وإيه والمشاهدات وفي كل حاجة يعني. مش عارفة السياسة بتاعتهم بقت صعبة قوي يعني. يعني الحمد لله على كل حاجة. ما تعرفوش بقى معقدين القوانين قوي جدا جدا كده ليه وزهقونا قوي كده ليه. مش يمكن عشان قنوات كتير جدا عاوزين يصفوا بقى القنوات ولا ايه. ما تعرفوش بقى السياسة وايه اللي في دماغهم. بس هنعمل ايه بقى يعني الحمد لله يعني. اهو صبرانين على اللي احنا فيه. ربنا يصبرنا. عارفه كل عندها قناه دلوقتي عندها مشاكل لا حصر لها. بس الحمد لله على كل حال. بس اللي احنا بنعمل اللي علينا والباقي طبعا كله على ربنا. والتوفيق من عند الله ونعم بالله. كده خلصت حبيب قلبي كده ودي شكلها بعد ما فرشت.
بسم الله ما شاء الله، يعني الأوضة كده نورت. شايفين الجمال؟ اهو بقتي قطط بقى ودباديب بقى والحاجات اهو، عشان العيال بتحب الحاجات دي طبعا، الأطفال بيحبوا الحاجات دي جدا. بسم الله ما شاء الله، يعني شكلهم كده روعة. دلوقتي بقى كده هبدأ أكنس. أنا هجر كده السراير كده وأكنس كده من جنب السراير، الناحية دي والناحية دي. أكنس بردك الجنب التاني. خلصت كده هكنس بقى بقت الأوضة، وامسحها بردك كده بالخيشة. زي ما انتوا عارفين بحب امسح بالخيش. بحط في المية كده الديتول زي ما انتوا عارفين، دوني والفينيك، كله ده جميل جدا بيطهر. وطبعا الدوني ده بحطه عشان بيدي كده ريحة جميلة كده كأن كده رشة كده الأوضة كده معطر. انا بقى كده مسحت كده بالخيشة. انا طبعا بشطفها مع الجردل معايا بره. انا حاطه الجردل الصراحه في الحمام عشان زئرودة. زئرودة دي فظيعه في الميه، انتوا عارفين الاطفال يعني مدمنين ميه. هتسهيني كده وتقعد تلعب بقى في الجردل وهتبهدل الدنيا، فانا حطاها كده في الحمام. لما بعوز بقى اعمل البتاع بروح واجي وبفصل طبعا الكاميرا وكده عشان هحيركم بقى من هنا لهنا. فطبعا انا بشطف الفرده كده كل ما بعمل جنب. انا بقى الجنب كده اللي قدام اللي هي الدولاب، رجعت بقى كده مسحت تحت المروحه كده ورجعت المروحه مكانها. هنا كده الدنيا كده بقت تمام. طبعا يا حبيب قلبي الشبشب اللي لابساه ما تقولوش بتمسحي بالشبشب وكده بهدلي الدنيا تاني. لا حبيب قلبي الشبشب ده نظيف بتاع الشقه، يعني يا نظيف يعني ما فيهوش اي حاجه. بس انتوا عارفين بس الساعه الواحد مش مستحمل الصراحه. اي شويه الساعه رجليا وايديا بينشروا. يعني بحاول على قد ما قد ما اقدر كده، يعني الواحد يدفي نفسه شويه كده على قد ما يقدر. كده خلصت كده فرش بسم الله ما شاء الله. واخد لكم بقى الجوله كده في الاوضه كده بعد ما خلصت. كده من الاول كده هنا السراير كده اولها كده وانا كده السجاده مفرشاه قدامهم كده هنا بقى الجنب التاني بقى كده قصادها كده على طول بقى الدولاب اهيتي قصادها الدولاب كده على طول. والحته اللي جوه دي يعني مش مشكله، تلحق الركنه اللي جوه دي. الركنه اللي جوه دي يعني قليل ما عيل يمشي في الناحيه دي. انا اهم حاجه السجاده حطاها قدام السراير مكان ما ينزل على طول. هنا كده الدولاب كده في الوش. الحمد لله يا بنت كريم يا رب، الحمد لله الحمد لله رضا. الحمد لله يعني كنا الحمد لله يعني احنا كنا فين وبقينا فين. الحمد لله انا بلوم اوضه والحمد لله اتدفت وجزاهم الله الف خير. واتمنى الفيديو كان عجبكم، وان شاء الله فيديوهات احسن واحسن واحسن. واتركوا في رعايه الله وامنه. مع الف سلامه، في رعايه الله حبيب قلبي.